ضربة جزاء تنفذ، وهدف أول في مباراة اليوم. هدف أول في مباراة اليوم من جانب فريق الرجاء. عبد العباس ارتكب خطأ داخل منطقة الجزاء، وهذا محسن متولي يعود لصالح هشام بن ملال. سفيان رحيمي يسعى لتنفيذ كرة جولة داخل منطقة الجزاء، راسية، هدف يأتي في هذه اللحظة، هدف مهم جدا يأتي في هذه اللحظة. بين مالونغون نعم يضع الكرة في المرمى، ينهي هذا العقب على مستوى التسجيل خاصة في الجولة الثانية. رغم ذلك فتمكنوا انه ياخذوا اللقطه بعد مباشره بعد ما وصل اكيد العوده ديال التيار الكهربائي. بين مالونغو تمريره ممتازه من الجهه اليمنى اللي كيتمكن من وضع الكره. زكريا الوردي تمريره دي فرصه، سفيان رحيمي ممتاز رحيمو. هدف ثاني لفائده فريق الرجاء، الهدف الثاني لفائده فريق الرجاء. سفيان رحيمي عمل كبير وتمكن انه يراوغ ويسدد نحو المرمى. اعتقد بانه حميد حداد هو اللي كمل الكره للشباك اللي يمكن تخليه فريق حزب البرشيد يبقى ضمن الكبار ويتقوى سنه بعد اخرى. كره للرجاء، دوزيام بوطو، ارتقاء، اختلاط، هذا رحيمي لم يكن رحيما، اختلطت الاوراق امام مرمى الحارس حسين الشديلي. رحيمي لم يكن رحيما، وكانت لرحيمي انما الحارس حسين الشديلي متعلق بمباراه اليوم. فعل ثانية رحيمي لم يكن رحيما من فريق يوسفية برشيد. كرة رجوية، محسن متولي لبين مالونغو. مالونغو الحل القادم من كينشاسا. هذا الامتار القانونيه يركز بشكل كبير، هل بامكانه ان يباغت عبد الرحمن الحواسي؟ سفيان رحيمي سدد بين يدي جول. سفيان رحيمي يسجل التعادل والحل ياتي من خلال الكره الثانيه. اصبح الحسني اكثر حيطه وحذر، الوقت اللي كان بدا بالشكل في ضغط، هذه محاوله تسديد. جول الياس حميد حداد يسجل هدف، يباغت مرة أخرى الحارس عبد الرحمن. طويلة من بوتايم، رائعة من محسن متولي. شوف الكرة، يا سلام، ويور بران التسويق. جول الرجاء يرج الوداد، رجع الرجاء بألوانه الخضراء يكسب المعركة. شنو هذا؟ ما هذا؟ الرجاء يا سادة مدمر كالعادة. الاسم اللي اعتمد عليها الرجاء الرياضي في المواسم الاخيره تبع هذه كره طويله اماميه خطيره جول. بين مالونغو ماذا فعل؟ سدد كره صاروخيه لا تسد ولا ترد، يمنح الافضليه للرجاء الرياضي في حدود الدقيقه الحادية. مشات اماميه التغطيه من جانب دفاع فريق الرجاء الرياضي. محسن متولي للخطير بين مالونغو، بين يلعبها لفائده مان، مشات للحافظي يختار كره في العمق لبين مالونغو، خذوهات بطريقه جميله مع ناصر الرجاء الرياضي لمحسن متولي، يتوغل يحضرها عرضيه، فرصه راسيه خطيره. جول. محمود بن حليب يسجل الثاني. دائما لعناصر فريق الرجاء الرياضي محاولة التمرير، البحث عن الحلول الفردية من جانب مان، من جانب أسامة الزكحال، يعطيها فرصة تمرير خطيرة.
جول هو عريس الرجاء وعريس الليلة محمود بن حليب. هو عريس الرجاء وعريس الليلة محمود بن حليب يسجل الثنائية بعد لمسة جميلة من بدر بانون. الرواق الايمن الحافظي، يعني نتخيل الرجاء الان بالمتولي والحافظي ويزيدهم المكعاس، يعني كيف ستكون الرجاء بعد التحاق المكعاس؟ هذه كره اماميه ملعوبه العرضيه البحث عن التسديد بين مالونغو، سدد هدف اول، هذه تسديد عرضيه جول 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 جول. من أين أتيت وكيف أتيت وكيف سجلت يا بن أسبوع في تونس عندما يتنقل لمواجهة الترجي الرياضي في مباراة مهمة. هذه كرة يخسرها الدفاع، جول يخسرها بوبانغا، والمتابعة من حميد حداد يباغت الحارس مهدي مفتاح. خطأ من المدافع الكونغولي بوبانغا بوتولي من كلا الجانبين، سواء بكر الهلالي اللاعب السابق للوداد او محسن ياجور الحاضر من جانب نهضة بركان. كرة عرضية خطيرة، جول جول رجاوي رجاوي رجاوي. ايها السادة، هي العادة، من غير الرجاء العالمي. شعور بذلك. ايوب نناح، كرة 1-2 وفرصة لبن مالونغو والتصويبة، جول. هو الحافظي، هو عبد الإله، من غيره إلى الطريق يعرف بيته، ومن بيته إلى الشباك يعرف طريق المرمى. عبد الإله الحافظي يدون الثاني للرجاء في مرمى زهير العروبي. ضربة جزاء تنفذ والحارس هذا طريقة جميلة غريبة، ورحيمي كيتمكن من إضافة رغبة لبناء العملية الهجومية الآن. فرصة جميلة، دخول داخل منطقة الجزاء، أيوب نناح يضع الكرة في المرمى. هدف بطريقة جميلة من خلال كرة كان فيها التمرير، لعب دور حاسم. عموما ننتظر سفيان رحيمي، يسعد لتنفيذ سفيان، وسفيان جول 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 عالمي يا سفيان، هدف عالمي للفريق العالمي. زكريا يمشي، زكريا الهدف الثاني رجاوي عن طريق لاعب وسط الميدان الوردي. نعم، محسن متولي يتقدم بالكرة، تصويبة ممتازة، والهدف الأول في مباراة اليوم. 1-0 للرجاء من نقطة الجزاء. كانت كرة مركزة للعرجون، محاولة ممتازة من جانب فريق الرجاء الرياضي داخل منطقة الجزاء. فرصة هدف جميل، طريقة رائعة لمستوى البناء. هذا هدف ديال حميد حداد، يعني كمل الكرة بواحد الشكل رائع، وتمكن من إضافة هدف ثاني في المقابلة. يعني تشوفوا حافظي منسقة في بناء العملية الهجومية. ممتاز حفيظي، كرة مميزة رائعة داخل منطقة الجزاء. الثالث، يصر أن يكون مسجلا للهدف الثالث ومن غيره، إنه حميد، إنه حداد. نعم،
حداد يتمكن من وضع الكرة في المرمى معلنا بذلك عن الهدف الثالث. هذه فرصة عبد الله حفيظي، الهدف الأول لفائدة فريق الرجاء والموقعة إلى الحفيظي. هدف يعني اللي جاء مباغت بعد ما يعني تم افتكاك الكرة بسرعة. عبد الله حفيظي ما زال منقص يسدد بقوة الكرة، أكيد كانت متابعة. قد يكون هو التغيير الرابع في صفوف فريق الرجاء. لاعب زكريا عطيو يساعد للدخول. تابع الفرصه محسن متولي، فرصه والهدف الثاني. هذا هو اللي ذكرت منذ قليل، هذا هو الحدث ديالي ما كانش خاطئ. حميد احداد قلت بانه اهداف قادمه في هذه الجوله الثانيه من خلال الابواب ديال المباراه. حميد احداد، عبد الرحيم الشاكر، هدف الثقة، هدف الثقة، هدف يكسر صمت المدرجات، هدف يصنع فرحة جنونية للاعبي الرجاء في المركب الرياضي محمد الخامس. عبد الرحيم الشاكر قلت الدقة، كرة رجوية، الانطلاقة الرجوية. عبد الله حفيظي، عبد الله حفيظي، كيف سيتعاملون مع هذه الكرة؟ عبد الاله حفيظي والختم، واي ختم يا ساده. المغرب تتولي ما يقارب 50 دقيقه مشات كره للرجاء. سفيان رحيمي، سفيان رحيمي في منطقه الجزاء. رحيمي ما خلى ولا شيء في هذه المباراه، يسجل الهدف الاول في حدود الدقيقه الثالثه. سفيان رحيمي، سفيان رحيمي، رحيمي مشى، رحيمي مشى، رحيمي هرب، رحيمي راوغ، رحيمي توغل، رحيمي يعود الهدف ويهدف، رحيمي يعود الهدف ويهدف الرجاء. والهدف الثاني من صناعة قدم الموهوب سفيان رحيمي، سجل الاول وهذا الثاني. كرة رجوية ميدان رجاء كازابلانكا، لعبها بالمقاس، لعبها بالدقة، لعبها ومشى لحميد. يتم التعامل مع هذه الكرة للرجاء. محسن متولي يضع الكرة في المرمى معلنا عن الهدف الأول. 1-0 الرجاء يؤكد الصدارة. الرجاء يحقق لحد الساعة. ممتازة للرجاء، ممتازة للرجاء، تستمر في اتجاه عرشون. كرة ممتازة داخل منطقة الجزاء. رحيمي، كرة ممتازة والهدف، هدف أول في المباراة. محسن متولي يضع الكرة في المرمى، يعلن عن الهدف الأول في هذا اللقاء. 1-0 للرجاء خارج قواعده، 1-0 للرجاء خارج القواعد. بانون، بدر بانون، الكرة الآن غتكون في العمق في اتجاه فابريس سانكا. فابريس سانكا كما راه التمريرة في العمق خطيرة جدا، خطيرة المحاولة. والهدف الأول، الهدف الأول سفيان رحيمي يسجل الهدف الأول بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي. سفيان رحيمي يفاجئ، أقولها في الدقيقة اللي مرت، استطاع باش أنه يسير الدقائق براحة كبيرة. تعود الآن سفيان رحيمي مع العمراني. سفيان رحيمي كما قلت بأن مواجهة كبيرة غتكون ثنائية خطيرة جدا. والهدف الثاني خطيرة جدا، وفريق الرجاء الرياضي يسجل الهدف الثاني من خلال هذه الهجمة المرتدة، وبالتالي هدف ثاني يعطي لفريق الرجاء ثقة كبيرة. محمد المكرازي يسجل الهدف الثاني ويعيد الرجاء لنقطة التفوق في البداية. وبالتالي رجاء الرياضي محسن متولي مع اليوسفي ويسجل الهدف. محسن متولي الهدف الثالث، يسجل الهدف الثالث لصالح فريق الرجاء الرياضي من نقطة الجزاء. بدون منازع نتابع اكيد اطوار الجوله الاولى. كانت فرصه لفائده فريق الرجاء، تمكن حميد احداد من وضع الكره في الشباك بعد متابعه للمدافع باتو بوتيني بومينغا، ولكن الكره لعنقات الشباك. الحكم عبد العزيز المسلك يعلن ضربه جزاء، ومحسن متولي الذي دخل في الجوله الثانيه تمكن من ترجمه ضربه جزاء الى هدف ثاني، وهو هدف التعادل لفائده على الصعيد المحلي قبل الاحتراف في الدوري السعودي رفقه فريق دامك. تجربه لم تكن موفقه، مشات كره اماميه لفريق الرجاء. هذه فرصه خطيره، جول 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 جول
في موسم العودة للواجهة. إصرارهم كبير لمعانقة درع البطولة، ولا أحد يريدون أن يوقف زحفهم نحو التتويج، وطريق التتويج قد تعبد من مباراة القمة أمام النهضة البركانية. بداية وأي بداية يبدأ بها الرجاء الرياضي من الإثارة ظلت صامدة طيلة فترات هذا المقابلة حتى اللحظات الأخيرة. تسديدة سفيان رحيمي التي تمنح نقطة الأمل لفريق الرجاء الرياضي لمواصلة صدارة الدوري الوطني الاحترافي، ثم النسخة طبق الأصل بين مباراة الذهاب ومباراة الإياب. هدفين مقابل هدفين، النتيجة النهائية. عبد الحفيظي شو بيعمل كان على الكره، فرصه للرجاء الراسيه المتابعه، ابعاد الكره الحفيظي من جديد، فرصه تسديده، الهدف الاول لفائده فريق الرجاء. عبد الاله الحفيظي يتمكن من وضع الكره في الشباك، والهدف الاول في مرمى الحارس محمد فرمين بعد 3 كرات تصطدم بالعارضه. عبد الاله الحفيظي اخيرا يريد تبدع الكره، محسن متولي ممتازه سفيان رحيمو في اول لمسه. ايوب نناح يضع الكره في الشباك، دخول ايوب نناح كانت فرصه سفيان رحيمي اللي يرفع الكره على مرمى الحارس محمد فرني. مره اخرى الكره تصطدم بالعارضه، والمتابعه لايوب نناح الذي يتواجد في المكان والتوقيت المناسبين يضع الكره في الشباك، والهدف الثاني لفائدة رجلاني محمد زريدة من خلال الضغط. عمر العرجون الآن، محمد زريدة لمحسن متولي أرضية الحفيظي. من فعلها عبد الإله الحفيظي، وأثبت بأنه معلم، عبد الاله الحفيظي بأنه معلم، وبأنه إن لا شيء حسم. محسن متولي، سيناريو سيكون حزين بمركب محمد الخامس. محسن متولي خطيرة جدا. فعلها المارد، فعلها الحفيظي في لحظة عجيبة، لحظة غريبة، في ثواني. فعلها الحفيظي، يستحق أن يحمل فوق الأكتاف. الحفيظي في ثواني، وكأنه قدر اللقب. هل سيحسم للرجاء؟ وكأنه قدر اللقب سيحسم للرجاء. محسن يبكي دموع الفرح لأنه الغريم رفع من الإيقاع وضغط. قلتها في الأول، صورة كرة القدم الوطنية، وهذا هو الهدف الذي أعاد للرجاء اللقب بعد أن ضاع بفوز الوداد. بأن صورة كرة القدم، بوركتم يا شباب الفريقين على نفس المسافة من الحياة. هنيئا لكم بالتتويج يا أبناء الرجاء. يحيون الجماهير، غيبتهم كورونا، ونتمنى أن تكون حاضرة، وأن تكون كرة القدم المغربية بخير وألف خير. الوداد تبقى كبيرة، والرجاء اليوم، وبالتالي هو حكاية لقب، أقولها حكاية لقب يحسم، وسيبدأ دوري جديد. وبأن كرة القدم هي الكرة الشعبية والرقم والنمبر 1 في المغرب، وبأن أنصار كرة القدم المغربية هم كثر وعشاقها. وبالتالي عشنا لحظات ما أجملها، وتشويق ما أروعه. ذكرنا بلحظات جميلة لا تنسى، أقولها لا تنسى. وها هو محسن متولي، تذكار جميل. مشاهدينا الكرام، أشكر كل زملائي الذين أمنوا في النقل المباشر، جنود الخفاء من زملائي في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، من كل المسؤولين الذين ساندونا من أجل أن نكمل المهمة ونكمل المشوار ونختم الدوري. إذا أشكركم على حسن المتابعة، وأشكر الجميع. وها هو محدثكم عبد الصمد الشيبة يضرب لكم موعدا في مناسبة آخرة.
استودعكم الله والسلام عليكم، وهنيئا للرجاء باللقب رقم 12، وهنيئا لكل الفرق الوطنيه التي نادت، وهنيئا للصاعدين الجديدين شباب المحمديه والمغرب الفاسي. استودعكم الله.